خالد العليان واخيرا في الجزائر وكياكل من المأكولات الجزائريه وكيشوف الفرق ما بين المأكولات الجزائريه والمأكولات المغربيه. واش من نيتكم عباد الله باغيني انني ندير فرق ما بين هذه؟ كل واحد والاكل ديالو، كل واحد كياكل بالطريقه اللي بغى يعني، ولا كيطيب بالطريقه اللي بغى. والسيد بعد ما كان مشى للجزائر يعني حطوا له حلويات، حطوا له الشاي ديالهم الجزائري وكل شيء. كيقولوا له علاش هذاك البراد، علاش براد رخيص، علاش حاطين له في داك الكاس؟ يعني لو كانوا حطوا له اتاي المغربي على حقه وطريقه كنتو غادي تقولوا خداو لنا اتاي. من بعد ما السيد يعني الشاي راه معروف على جميع الدول، يعني معروف فيها اتاي ولا الشاي معروف، ما غاديش يجي يمشي هو لعندهم لتماك وما غاديش يحطوا له الشاي ديالهم. والشاي ديالهم يعني بتقاليدهم، يعني راك شفتوا غير الكاس يعني معروف اتاي يعني ديالهم. اما بالنسبه للمغرب راه معروف اتاي الشاي المغربي معروف كيفاش داير، يعني داك البراد الفضه، الصينيه الفضه، الكيسان البلار، يعني هادو كنخليوهم غير واحد الضيف اللي كيجي عندنا يعني كان يكون مراحل. وراه مشينا غير الصحراء المغربيه غادي تشوفوا المراحل ديال الاتاي. يعني الا ما جلستيش اصلا في الارض وحطيتي داك البوطه الصغيره ولا واحد المجمر ودرتي فيه الجمر ودرتي اتاي وحطيتي داك الصينيه اصلا اللي كتكون فيها حبوباتاي السكر وكل شيء ديال الفضه، وبديتي كتعمر اتاي بالمراحل ديالو وتكب وتعاود الكشكوشه وتولي تعاود المره الثالثه ولا الرابعه وعاد تعطي اتاي. هذاك هو اتاي المغربي. باش نحنا نمشيو عند الناس ونقولوا لهم لا هذاك اتاي ديالنا، شوفوا اتاي ديالنا، شو بداو كياخذوا هادشي اللي بغى يوصل له هاد المؤثر، هادشي راه هادشي ما خاصوش يدار. الا مشيتي عاوتاني لتونس غادي تلقى الشاي ديالهم، مراحلهم، كيفاش كيحطوه، كيفاش كيوجدوه، كيفاش كيقدموه، الحلويات ديالهم، المأكولات ديالهم. يعني كل دوله والمأكولات ديالها والحلويات ديالها. ما غاديش نبقاو حنا نتعلقوا ولا نعلقوا في شي حوايج لا وراه ما خاصهمش. يعني مادام واحد الحاجه درتيها عند يعني وبالخصوص الشاي مازال غادي نقولوا شي مأكوله اللي معروفه بحال الطنجيه، يعني معروفه في المغرب. الا جينا الجزائر وبغاو يحطوا له داك غادي نكون انا متفقه معكم ان هذيك الطنجيه غادي يقولوا لهم هذه الطنجيه المغربيه على الطريقه الجزائريه. هذه نقدر نتفق معكم. ولكن باش نشوف انا براداتي حاطينه للسيد كيخولوا اتاي تقول له انت لا هذاك راه بغى ياخذ لنا التراث وهذا الشيء اللي بغى يوصل له خالد العيال من اجل المشاهدات ومن اجل، راه ما يمكنش. السيد من حقه يمشي لاي دوله بغاها. يعني بزاف الناس علاش يمشيو وما كانش خاصو يمشيو من اجل البوز ومن اجل كذا. ما كاين لا بوز حتى شي حاجه. السيد من حقه يمشي لاي بلاصه بغاها لان ما يمكنش انت مخاصم مع واحد الناس وماشي حتى شي مخاصمه. يعني راه داكشي كيبقى غير في مواقع التواصل وفي الاعلام وهذا. اما في الواقع كتلقى ما كاين حتى شي خصام، ما كاين حتى شي حاجه مع هاد الناس. عزازين علينا، احنا عزازين عليهم، شاء من شاء وكره من كره. كيبقاو عزازين علينا وعزازين عليهم. وهادشي كيف ما قلت لكم في مواقع التواصل فقط. اما في الواقع حاجه وحده اخرى. يعني ما نبقاوش حنا نتبعوا الموجه، وهاد الناس راه كيتبعوا غير الموجه. يعني راه شافوه مشى يحطوا له المأكولات وشو على حلوه كي دايره وداك الشيء. عرفتي الحلويات اللي حطوا له فنين كيبانوا كيشهيو يعني هذه الحلوه كذا، هذه الحلوه كذا. هو من بعد ما ذاقها وذوقها واحد اللذه فيها عزيز عليه. يعني يمشي ويعرف الثقافات ديال كل بلد، المأكولات ديالهم. هادشي هذا هو الكونسيبت ديالو. يعني ما غاديش يجي حنا نبقاو نتعلقوا ولا ما كانش خاصو يمشي وما خاصوش يمشي وغايا دارها بوز وجا عندنا المغرب وبغى يمشي لتما على حساب باش يوليو ياخذوا لنا داكشي ديالنا والتراث ديالنا ويوليو يبينوه ويديروا له السياح. راه الناس راه عندهم ثقافتهم، عندهم سياحتهم، عندهم قله ديال السياحه شويه. يعني لو كانوا يخدموا على السياحه ويمولوا السياحه راه كانوا غادي يبينوا الاطباق ديالهم الاصليين. عندهم اطباق اصليين. انا الصراحه مش شحال هذه ما كان مازال ما معروفش. يعني هكا تشوفي في اليوتيوب وصفات، تشوفي الطبخ، تشوفي هذا. انا راه شحال هذه كنت كنتفرج برامج قسما بالله، برامج ديالهم ديال الطبخ. عندهم شي طبخ غزال. لا في الحلويات عندهم ديما كيديروا يعني الطبخ ديال بحال دابا شي وصفه
الوصفه الرئيسيه، يعني كتكون الوصفه الرئيسيه كتكون مالحه، زائد شيش لايض، زائد التحليه. يعني ضروري. اما داك التحليه قسما بالله بعد ما كنت كنجربها الا فنين، انا اول وحده كنت كنتفرج في البرامج ديال الطبخ ديالهم، عندهم الطبخ غزال ولا تعقلوا. من بعد ما كانت كتجي معاهم شوميشه مع واحد الشيف ديالهم، كانت كتجي معاهم شوميشه في البرامج ديالهم ديال الطبخ. يعني كان الصراحه كان واحد الجو زوين، ملي كتسمعي الصوت ديالهم. وكنت يعني ما كيف ما قلت لكم ما كانش اليوتيوب، ما كنتش كنتفرج يعني في اليوتيوب وداك الشيء. يعني كنت كنشوف الاطباق ديالهم مع شوميشه وداك الاجواء رمضان. قسما بالله الا اشتقينا لهاد الاجواء هادو اللي ما بيننا وما بين خوتنا. يعني حسبنا الله في هاد الناس هادو اللي كيبغيو ينوضوا يعني بيناتنا المشاكل. حنا كنبقاو خوت، وخليو السياسه بعيده، خليو النظام بعيد، خليونا نعيشوا حنا كشعوب. خليو الناس ما تبقاوش تديو شي حاجه على رقبتكم. راه تخيلوا معايا في شهر رمضان، شهر ديال المغفره، ديال المحبه وديال الموده وديال الرحمه، كتلقاي ناس بحال هكا، الناس اللي كيبينوا شوف هو مشى لهنا، شوف هو بغى يدير، شوف هو بغى ويركبوا على الموجه ويبينوا فيديوهات، يبينوا لقطات. راه ما يمكنش هاد الناس هادو لا سمح ليهم اللي كيبغيو يدخلوا ويدخلوا شي فكره للعقل ديال بنادم. يعني بنادم غادي يكون مازال مراهق، مازال صغير، غادي يكبر على هاد الثقافه ان شوف كياخذوا لنا، شوف كيديروا، غادي يكبر عند الانسان واحد الحسد من جهتهم. وحنا ما بغيناش هادشي يتربى. حنا بغينا حسنه جاريه تكون ان حنا ندخلوا بخيط ابيض ما بيننا وما بين خوتنا. المهم خوتنا اللي عندي عزازين هنايا الجزائريين، خليوا لي التعاليق ديالكم في هذا الموضوع هذا ديال الطبخ ديالكم، ديال هذا السيد هذا اللي جا كيبين يعني ثقافتكم تراثكم. يعني صراحه راه عندكم بزاف الثقافه، بزاف ديال التراث، خصها غير شويه ديال الخدمه في السياحه باش يبقاو يدخلوا سياح يشوفوا وياخذوا الثقافه ديالكم، ياخذوا منها لا من الصنعه ديالكم لا موجود ما يدار. يعني عندهم موجود بزاف ديال الحاجات اللي موجودين. يعني كنتمنى ان هذا الفيديو هذه يتشاف ويتبارطاجا بزاف باش ما يبقاوش الناس يركبوا على الموجه. وكاين اللي كيف ما كيقولوا لها بودينه، غير كيشوف هذا كيهضر كيتيقوا، يشوف هذا كيقول له كيتيقوا. هذا النوع هذا ما عنديش معاه الصراحه. يعني خص انسان يفكر بالعقل ديالو ماشي بالعاطفه ولا بشي حاجه واحده اخرى. خصنا نفكروا بعقلنا، يعني نكونوا واعيين ونكونوا كنعرفوا مادام نشوفوا واحد السيد كان ونعرفوا علاش كيتكلم وشنو الهدف، شنو هدفه. يعني بعد ما واحد غادي يبينوا هاد اللقطه اللي البراد ولا هذا، شنو الهدف من هاد الشيء هذا، شنو هدفه هو لو تعرف شنو هو هدفه فاكيد غادي تعرف بان هاد السيد هذا ولا هاد السيده هذه اللي كيبارطاجيو فيديوهات بحال هكا الا هدفهم البوز، هدفهم شي حاجه اخرى. هذا ما كان اخوتي. المهم وكيف ما قلت لكم كل واحد كيهز شي حاجه على رقبته. يعني انت لا هضرتي في شي حاجه بالخايب وحاول تنوض الفتنه ما بين الناس وما بين، راه كتهزها غير على رقبتك. وراه ما الله راه ما كيحملش بحال هادشي هذا. المهم هذا ما كان اخوتي. تهلاو في راسكم، ميعادنا الفيديو الجاي. تهلاو في راسكم، شكرا على الدعم ديالكم وعلى الاشتراك ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش اي فيديو درتو يوصلكم ان شاء الله. وبسلامه عليكم، ميعادنا الفيديو الجاي.